السلام عليكم. النهارده برضو بعمل بط محشي مرتة. معرفش اعمله غير بنفس الحشو، ما بعرفش اغير. عشان احنا بنحبها كده يعني. طبعا المرتة دي بصل وتوابل، ملح وفلفل وشطة وكمون، وبحط عليها بضيف لها زبيب، وببشر عليها برتقان عشان يديها نكهة حلوة قوي. طبعا انا بسجل من بره بس بتقلي الدوشة مش قوي. طبعا البصل ده انا بحشي بايدي اسرع يعني. البصل لو البطة صغيرة في السن، يعني مش بتاخد تسوية كبيرة، بقوم اخده البصل بعد ما اقطعه، اقوم حاطه على معلقة سمنة صغيرة ومستكة وحبهان وربع كوباية مية صغيرة، بقوم ضايفه له. يدوب البصل يدبل شويه، مش يدبل يعني يبقى يعني البخار يخليه يعني بدأ ان هو يستوي، واقوم احط عليه التوابل والميه تنشف خالص، اقوم حط عليه التوابل اللي هو ملح وفلفل وشطه وكمون، ولو في زبيب بحط منه برضو، وبشر برتقال. وطريقة دي اسمها البصل ده اللي بالتوابل ده اسمه المرتة. خلاص، دي الحشوة بتاعتها. كل ما افكر ان انا مثلا احشيه ورق عنب، اي حاجة تانية او اي حشوة تانية او رز او اي حاجة، ما بحبش. بلاقي نفسي ما بحبش غير الطعم ده. طبعا ده الجناح والراس بتاعت البطة انا ما بطبخهمش. انا بحشيها وبحب اخيطها، ما بحبش الخلة، بس المفروض بقى الخيط يبقى فاتح ماشي. بعد ما بخيطها شوية عشان يبقى فيه مساحة، بقوم حشيها برضو، بكملها، والباقي بسيب شوية من المرتة دي للآخر. بقوم حطها في الشوربة. طبعا الطاسة التانية اللي انا حطيت فيها المعلقة الوقت دي البصلاية، وانا بسويها الاول بخليها تبقى كده بالشكل ده، وبقوم اخدها وسايبه المية بتاعتها، يا اما نشف المية بتاعتها، ولو المية زيادة بقوم سايباها عشان احطها في الشوربة، يعني مش هسيبها. ممكن بقى اضيف للشوربة بصلاية كده يعني. طبعا وانا بجهزها وانا بحشيها، مجهزة المية بغليها.